عيب يا باشا، احنا بسم الله. ايه ده؟ بص منظرها يا لهوي، حته الدنيا دي. الدكتور قال لي غلط عليك يا هاني. برجر بالزبده البلدي كلتها في حياتك دي يا حبيبي؟ ده هاني فود وبس. تندر لاين، بصوا بوكو، توماهوك، كل دي قطعات لحمه انا مش عارفها، لكن تعال خش جزاره متطوره ومناسبه عيد الضحيه. بصوا تعال نسمي الله عشان ما تضحكش علينا، يلا بينا. اهلا بيكم في حلقه عيد الاضحى عند تامر طنطاوي. تعال نسمي الله عشان ايه؟ فين مستر تامر؟ كل سنه وانت طيب. بقول لك ايه، الناس عايزه تعرف كل القطعيات بتاعت اللحمه. حلو يلا أوي. بينا، يلا بينا يا باشا. بسم الله. يلا عندنا مثلا القطعيات اللي هي العاديه الانتركوت، ممكن نعمل كده. بالك قد ايه في الشغلانه دي يا مستر تامر؟ يعني بقالي يمكن اكتر من 35 سنه. هو انا بس عايزه مين اللي بيتكرم هناك ده؟ حضرتك صح؟ ده انا بصوا بقى، مهرجان افضل شيف في مصر، افضل شيف متخصص ما شاء الله في اللحوم في مصر بفضل الله. ما شاء الله. ده الانتركوت. برضو ممكن نوري للناس كده بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو انت هنا مش نظام بقى اللي هو لا خش هات كيلو لحمه وزي ما تيجي. لا، انا اخش اقول لك انا عايز اعمل ايه باللحمه اصلا. بص احنا متخصصين فيه. طبعا احنا متخصصين في بيع اللحوم، نركز شويه ان احنا يعني نخدم على العميل بطريقه مختلفه، ان انا اكله حته لحمه جودتها عاليه جدا، ان انا ما بشتغلش غير في اللحمه البلدي. قطعه اللحمه عندنا التيست بتاعها ثابت طول السنه ما بيتغيرش خالص. ده لان احنا طبعا بنركز ان احنا ندي علفه معينه ما بنغيرهاش. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا طبعا بنحاول بقى ان احنا ندخل القطاعات الغربيه كلها. تقريبا احنا اول حد في مصر دخل القطاعات الغربيه الحمد لله. اول حد في مصر دخل القطعيات الغربيه اصلا هنا. المحل ده زي ايه بقى؟ زي التوماهوك، زي التيبون ستيك. ايوه، دي الحاجات اللي انا اصلا ما اعرفش ايه. طيب مبدئيا يا تامر، انتركوت ده تسويته ايه؟ الانتركوت ده ليه طرق تسويه كتيره. يعني ممكن يسويه في الفرن، ممكن يتسوى في صينيه بطاطس، ممكن يتسوى على الجريل. عارفها، ممكن يتسوى على الفحم. اعملها، هات لنا من دي. طبعا ماشي. على الفحم ده لازم تاخده من عندنا، لان عشان تسوي انتركوت على الفحم لازم يبقى حته لحمه طريه جدا. طب ده خلاص تمام. ماشي. يلا حمل ده على الشنطه الفليت وخلاص. ده عرق الروستو، ده عرق الروستو. طيب ما انا برضك خبرتي في اللحمه مش احسن حاجه يعني. ايه بقى الفرق؟ ده عرق الروستو. عرق الروستو ده اللي بيتعمل لحمه بارده، ده بيتنضف خالص. ده بتاع الافراح؟ مش شرط بتاع الافراح. الستات اللي بيستخدموه كتير في المدارس بتاعه الاطفال في السندوتشات. في ناس بتحب اللحمه البارده. ده بيتسوى. القطعه دي كام كيلو؟ 2 كيلو تقريبا، يعني 2 كيلو؟ 1 كيلو 700 ل 2 كيلو. الله تعالى لي. عرق الفليتو بقى. الله الله، ده اللي يعلي الكوليسترول يا تامر. ده اطرى حته لحمه طبعا. ده طريقه ايه؟ ده ملبنيه. دي حته ملبن بتلعب. دي بتستوي في ثلث ساعه. مش خساره. فين الناس اللي بتغلف؟ يلا غلب. خد يا باشا، غلف زي ما هو اهو. بص يا تامر، الثلاثه دول انا عارفهم. ريب اي ده انا مصورها فيديو حلو، وشويه سمنه بلدي مع شويه رز